بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أحلى ناس. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أقدم لكم التهاني. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وثبتنا على دينك وطاعتك واغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين، وأن ترزق كل الأمة الإسلامية فرحة تجعلهم ساجدين لك يا مستجيب الدعاء. الو البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. حبيت نشارك معكم لا فيديو تاع اليوم. كيفاش جوزت نهاري اول ايام شهر رمضان المبارك. قولوا لي بالبنات، اسكو نتوما جوزتوا الجورني تاعكم مليحه ولا جاتكم صعيبه؟ ولا قولوا لي. انا البنات الحمد لله يعني جازت بزاف هايله. نظمت وقتي يعني الحمد لله. كي نوضت الصباح درت كامل شغل تاع الدار، ومن بعد صليت، ومن بعد قريت شويه قران البنات. موراها بديت نحضر للفطور. هنا البنات كنت نحضر في طاجين الحلو. راح نسحقوا ملعقه مارغرين، وعود قرفه، وكيلو سكر، وزوج كيلات ونص تاع الماء. فوالا البنات، هنا البنات راح نضيف الماء الزبده تاعي، نخليه يغلى مليح مليح. ومن بعد راح ندير راح نشمخ تاني كامل البرقوق والمشماش والزبيب بالماء سخون، وراح نضيف عليه نص كاس مزهر. نخليه هذاك المزهر يتخلط مليح مليح مع لي زانغريديو تاعنا. وهنا البنات راح ناخذ كيلو سكر، راح نضيفها للماء اللي راح نغليه. ومن بعد البنات بعد ما يتغلى هذاك الماء راح نضيف عليه البرقوق تاعنا. خليكم على فيديو البنات، تبعوا كامل لي زيتاب. بهذه الطريقه البنات بزاف سهله، يعني تقدر اي وحده فيكم تقدر تحضر طاجين الحلو بهذه الطريقه البنات. وراح نضيف رشه ملح. فوالا البنات، بعد ما غلى لي الغليه الاولى راح نضيف عليه هذوك لي فخويساك هامليك البنات. بعد ما شمختهم بالماء سخون كما قلت لكم ودرت عليه المزهر، راح نخليهم يطيبوا مليح مليح. ومن بعد راح نوري لكم النتيجه النهائيه. وموراها البنات بديت نحضر الشوربه ديالنا. راح ندير الفريك. فوالا البنات، يعني اليوم الاول كامل نتشهاو فريك، نتشهاو هكذا الشوربه تكون هكذا مليحه. فوالا البنات، بعد كنت قشرت كامل الخضره تاعي، زروديه لا كورجيت والطوماطيش، ودرت عليه الحميصه، ودرت شويه لحم تاع الدجاج وابيسيتها كامل، وخليتهم يتقلاو مليح مليح. فوالا البنات، خليكم على فيديو البنات ما تزابيوش، راح نولي لكم. ودرك البنات بعد ما تقلى كامل هذاك الخليط راح ندير لي زيبيس ومغرف طوماطيش تاع الباطا. نخليهم يتقلاو مليح مليح، ومن بعد نمرق الشوربه تاعنا. فوالا البنات، وراح نغلق عليها نخليها تطيب على راحتها حتى تولي عاقده. ومن بعد راح نضيف الفريك تاعي في الاخر كامل. راح نضيف شويه معدنوس وحشيش تاع الشوربه. فوالا البنات، موراها البنات هنا جيت نحضر الزيتون باش نوجد الرولي. راح ندير طبق ثاني راح يكون رولي. فوالا البنات، هنا عندي الزيتون وعندي الخضره كامل كنت حضرتها من قبل، الزروديه والبصل. ودرت لهم كامل لي زيبيس وراح نقليهم تخي بيان. وهنا البنات راح نحضر راح نماريني البولي هذاك. كنت قطعته كامل دي مورسو صغار، راح نمارينيهم تخي بيان، وراح نقليهم باش نضيفهم للرولي تاعي. اما بالنسبه للرولي البنات راح نسحقوا زوج حبات بطاطا، راح نربيهم كامل، وراح نضيف عليهم حبه بيض ولي زيبيس وشويه ثوم وشويه بصل ونحطوهم في سنيوه.
وراح نضيفو تاني عفوا راح نضيفو 2 مغارف ولا 3 تاع فارينه، يعني على حسب لا كونتي اللي راح ديريها انت. هامليك هايليك البنات الرولي تاعي راح نديرو في الفور باش يطيب لنا شويه، 10 دقائق هكذاك. ومن بعد البنات راح نحضر كامل الحشو اللي راح نديرو لداخل. فوالا البنات هنا بعد ما دخلته للفور حوالي 10 دقائق راح نبدا نحشي الرولي تاعي بالفرomاج وهذاك البولي اللي كنت حضرته من قبل معاكم. فوالا البنات بهذه الطريقه راح نحط كامل الفرomاج، ومن بعد راح ناخذ البولي تاعنا. هاي ليك البنات الخليط اللي وجدته درته كامل داخل هذيك البطاطا عفوا بهذه الطريقه، وراح نضيف عليه فرomاج غابي ومن بعد نروليه وندخلوه للفور يطيب لنا شويه. ومن بعد راح نحطه في الكسكاس نخليه يتفور تفويره يعني تكون مليحه البنات حتى يشد روحه مليح باش ما يتفتتش. يعني البنات هذه الطريقه والله واش نقول لكم جاتني بزاف صعيبه، سورتو سي لا بروميير فوا وين نعتمد على هذه الوصفه. والله صراحه جاتني بزاف صعيبه، ما على باليش اسكو نتوما تاني يجيكم هكذا صعيبه ولا لا. هنا البنات بعد ما دخلته للفور راح نديروه يتفور، ومن بعد راح نحيه ونديرو في ناخذ حبه واسمها بيض نكسرها وندير له لا شابلوغ ومن بعد نقليه. فوالا البنات. اما درك البنات جيت نحضر البوراك، يعني درت شويه بوراك باش ندوز به الشوربه. هذه هي فوالا البنات. هاي ليك لا طابل تاعنا تاع لو بروميي جور تاع رمضان. هاوليك طاجين الحلو تاعي كيفاش طاب، وهاوليك الرولي تاعي البنات بعد ما جوزت معاه لا سوفرانس البنات والله غير سفراني واش نقولكم. ان شاء الله تكون لا فيديو نالت اعجابكم، وان شاء الله ربي يرزق كل واحد فيكم في هاد العواشر يا رب العالمين. فوالا البنات صحة فطوركم، شاهدكم في الجنة حبيباتي. ان شاء الله تكون الوصفات اللي وجدتها عجبتكم وان شاء الله تستفادوا منها كامل. وما تنسوش البنات تشتركوا في القناة وتدعموني وباش تشجعوني اكثر وتحفزوني ونزيد نشارك معكم وصفات اخرى. يعني مازال رانا في النهار الاول، ان شاء الله راح نشارك معكم كامل الوصفات اللي راح نعتمد عليها في هذا الشهر المبارك. ودركم بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم، نتلاقاو في فيديو قادم، سلام.